مشاكل بتحصل في النادي الاهلي، وانا حاسس ان المشاكل دي مش هتبقى على خير. ليه بقى؟ لان في مشكله حصلت النهارده في تدريب النادي الاهلي كانت وادت الى الغاء المران بشكل كامل. يعني المران النهارده اتلغى بشكل كامل. طيب احنا عارفين ان في طائر دولي يحصل على مستوى العالم كله مش مستوى مصر، وده خلى ان النهارده يحصل مشكله في تدريب النادي الاهلي. طب ايه المشكله اللي حصلت وليه المران بتاع النادي الاهلي اتلغى ويعني كمان يعني ايه اتلغى في نص المران، حتى مش قبله بشوية، لا هو اتلغى في نصه. النهارده حصلت مشادة بين محمد رمضان المدير الرياضي بتاع النادي الاهلي النهارده في المران اللي كان موجود في ملعب مختار التتش في الجزيرة. وكان المران ماشي بشكل طبيعي جدا في بدايته لحد ما كان بادئين بالتقسيمة، لحد ما حصلت مشكلة بينه وبين اللاعب اللي اقول لك عليه كمان شوية. المشكلة كانت بادئة عادي، اللي هو فاهم عادي تحصل فيه تنشنة ملعب، حتى لو موجودين لا في تنشنة ملعب بتبقى موجودة بين أي فريق بيحصل. ولكن كابتن محمد رمضان ما عجبوش، يعني انت فاهم، حتى هم بيتمرنوا هم لا هم معروف ان انا اللي بلعب بتمرن في الصوت ده ولد طبعا عشان وانت بتتكلم وانت بتتمرن انت ممكن تبلع لسانك. كابتن محمد رمضان طبعا ما عجبوش الكلام ده خالص خالص خالص. انا مع كابتن محمد رمضان في دي، انا محمد رمضان ضده في كل حاجه يعملها، لكن انا مع في دي ان هو خايف عليك، وانت بدورك كلاعب المفروض تخاف على نفسك. ممكن مش هيخاف عليك اكتر منك يعني، لكن هو خاف عليك اكتر منك. بدورك ان انت كنت تحترم الامر ده، لكن انت تعمل كده لا. وانت كمان المفروض خلاص انت بقالك 6 سنين في فريق. كهربا النهارده كان عايز يوقف فريق، عايز يوقف الفريق بأي طريقة. طب يا كابتن كهربا انت حضرتك فكرت في الحوار ده؟ حضرتك فكرت انك انت لما تعمل كده هيحصل في مشكلة كبيرة، المران هيتأثر؟ طيب هل تعلم ان انت حسام حسن كان المفروض ياخدك مع المنتخب وحضرتك مرضتش؟ يعني مش اسف، ما هو مرضاش ياخدك معاه بسبب المشكلة بتاعت النهارده ومشاكلك كتيرة يا كهربا. خلاص انت انتهيت مع اخر تجربتك مع الزمالك 2019 وانت يا كهربا مش موجود. لعبت لك حوالي 200 حوالي كام 200 دقيقة على بعضها، انت ماشي كويس، كان ماتشات مميزة مع النادي الاهلي. لكن انت يا كهربا من ساعة ما ابتديت تركز مع امام عاشور، من ساعة ما جه الاهلي وانت مش كهربا اللي احنا عارفينه. كهربا اللي كان في النادي الاهلي موسم 2023 بدايته احنا نفتكر ماتش الهلال السوداني. شوف انت كنت عامل ماتشات رائعة جدا، لكن انت بوظت الكلام ده كله. اتمنى من اداره النادي الاهلي تشد على كهربا اكتر واكتر، ان كهربا كده تقريبا بيجيله غرامات اكتر من اي حد. السلام عليكم.